مرحبا بكم في قناة عصر العلوم. اليوم سنناقش بشكل حصري مشكلة قلة أطباء الإنعاش والتخدير في العالم والأسباب الحقيقية المخفية والمسكوت عنها التي تمنع الطلاب امتهان هذا التخصص. كلنا يعلم أن أطباء الإنعاش والتخدير يلعبون دورا حيويا في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة حياة المرضى في الطوارئ وقاعات الجراحة، ومع ذلك تعاني العديد من البلدان من نقص في هذا التخصص، مما يشكل تهديدا لصحة السكان. هناك العديد من الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلى نقص أطباء الإنعاش والتخدير، منها ارتفاع متطلبات التعليم والتدريب مما يجعله تخصصا صعبا ومكلف، وكذا قلة الإغراءات المالية بحيث لا يتقاضى أطباء الإنعاش والتخدير في العديد من البلدان رواتب عالية مقارنة بتخصصات طبية أخرى. لكن السبب الحقيقي والمخفي وراء عزوف الأطباء على هذا التخصص هو خوفهم من الإدمان أو الاتجار في المخدرات، حيث يتعاملون بشكل متكرر مع المخدرات أثناء عملهم، مما قد يؤدي ببعضهم إلى الإدمان أو الانتحار أو الاتجار في المخدرات. وهناك حوادث مهنية عديدة وموثقة تدعم هذا الواقع. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.